السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، 11:10 بتوقيت جرينتش. موعد نشرة إخبارية جديدة نبدأها بالتطورات بعد أحداث بابا، حيث وصل مئات الأقباط التجمع أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو، وأعلن دخولهم في اعتصام مفتوح احتجاجا على الأحداث التي وقعت في حي بابا. وطلب المعتصمون بإلقاء القبض على من سموهم بالمتهمين الحقيقيين لأحداث بابا ومحاكمتهم. هذا وقد كثفت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة من تواجدها بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث قاموا بزيادة عدد أفراد الحراسة تحسبا لحدوث أي مناوشات بين المعتصمين وبين أي أفراد آخرين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون مراسلنا هشام حامد. هشام، أهلا بك، وكيف بدت الأوضاع أمامك الآن؟ الآن الأوضاع أمام مبنى مسبيرو عادت إلى طبيعتها كما كانت قبل حدوث الاشتباكات التي وقعت قبل قليل. الاشتباكات وقعت عندما احتد أحد المتظاهرين من الأقباط مع أحد أفراد الجيش، مما أدى إلى استثارة المتظاهرين وتم استخدام الحجارة في القتل أفراد الجيش والشرطة وكل يعني هناك الآن، لكن الآن قوات الجيش والشرطة تمكنت من السيطرة على الوضع، والوضع الآن أصبح هادئا. هناك إجراءات أمنية. هل المناوشات كانت ما بين قوات الشرطة والجيش وبين المتظاهرين من الأقباط أمام مبنى التلفزيون؟ نعم، يعني كانت في البداية بين أحد أفراد الجيش وأحد المتظاهرين، ثم كما قلت لك أدت إلى استثارة المتظاهرين. يعني نحن نعلم أن المتظاهرين يتم استثارتهم يعني من بأبسط الأشياء. يعني هم احتجوا وتعاونوا مع زميلهم، وأفراد الجيش والشرطة تعاونوا مع زميلهم الذي كان يتشاجر معه أو احتج في كلامه مع أحد المتظاهرين، لكن الأمر بسيط وتم إنهاؤه بسهولة سريعا. نعم، هل هناك من إصابات هشام؟ لا، يعني حتى لا توجد إصابات حتى الآن. الإصابات يعني كنا نتحدث قبل قليل مع أحد أفراد الجيش، قال أن يعني لا توجد إصابات حتى الآن، والأمور يعني كان أمر بسيط، يعني كان مناوشات بسيطة. هل سيستمر هل لديك معلومات هل سيستمر المعتصمون في قطع الطريق من مبنى الإذاعة والتلفزيون والاستمرار في اعتصامهم أمام المبنى هشام؟ نعم، هم أكدوا أنهم مستمرون في اعتصامهم، اعتصام مفتوح حتى تنفيذ مطالبهم جميعا، ومن بينها حضور رئيس الوزراء إلى المعتصمين أمام مسبيرو ومحاكمة المتهمين بإحراق الكنيسة في إمبابة. نعم، هشام حامد مراسل قناة النيل كنت معنا عبر الهاتف من أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون حيث اعتصام الإخوة الأقباط أمام المبنى. شكرا جزيلا لك. كان 42 شخصا قد أصيبوا أمس في احتكاكات وتراشقات بالحجارة بين مئات من الأقباط والمسلمين بميدان عبد المنعم رياض بوسط القاهرة. وبدت المواجهات عندما تجمعت مجموعة من الأقباط أسفل كوبري أكتوبر في اتجاهه إلى مسبيرو، فحدثت مشادات كلامية بينهم وبين بعض المسلمين المتواجدين، وتطورت إلى احتكاكات وتراشق بالحجارة.